كيلو لحمة واحد وهنعمل ما شاء الله كل كمية الكفتة دي. زهقتي من الكفتة التقليدية وعايزة طعم جديد يجنن؟ ركزي معايا النهاردة، هنعمل كفتة البرغل طعمها خرافي، طرية وجوسي، والأهم إن هي موفرة. هقولك على كل أسرارها خطوة بخطوة علشان تطلع معاكي زي المحترفين بالظبط. خليكي معايا لآخر الفيديو. صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وتعالوا نشوف هنعمل كفتة البرغل التحفة دي ازاي. اول حاجه هنعملها هننقع البرغل. كيلو اللحمه هياخد كوبايه برغل مش مليانه قوي. البرغل هنجيبه من عند العطار ونضربه ضربتين في مطحنه التوابل علشان يبقى ناعم وما يبانش في الكفته. احط على كوبايه البرغل كوبايه ميه مغليه وهقلبها عشان اتاكد ان الميه وصلت لكل حبات البرغل، وهنغطيها بكيس بلاستيك ونسيبه لمده ساعه لحد ما يتشرب كويس جدا. عندي كيلو من اللحمه الحمراء، هتروحي للجزار وتقولي له عايزه لحمه للكفته. اهم حاجه نوعيه اللحمه، ده اللي هيخليها ما تفكش على السيخ، وهتخليه يفرمها لك وشين. وكل كيلو لحمه هياخد من 100 ل 150 جرام دهون. ده 100 جرام من اللية الخروف، هتديها طعم حلو جدا. بصوا بقى هنا البرغل شرب الميه وحباته اتفتحت وبقى بالشكل ده. ما تحطيش عليه ميه كتير علشان ما تضطريش ان انت تصفيه. كل كوبايه برغل بيتحط عليها كوبايه ميه مغليه، وده كده كويس جدا. هنحط البرغل على اللحمه واحط نص كوبايه بقدونس مفروم. والبقدونس انا اخدت الورق بتاعه بس عشان العيدان ما بتبقاش حلوه، بتكون ناشفه وطعمها مش حلو. وبصلتين متوسطين عملتهم في الكبة وحطيت عليهم شوية ملح صغيرين حوالي نص معلقة، وسبتهم 10 دقايق وبعدين صفيتهم بشيشة نظيفة، وده التفل بتاعهم. والمية ركنتها على جنب مش هنرميها، دي اللي هنصبع بيها الكفتة. وهحط معلقتين نشا كبار هرميين، والنشا هنا هو اللي هيدي التماسك للكفتة وهيخليها متماسكة وناعمة. وتعالوا بقى اقول لكم على السر في كفتة البرغل اللي هتخلي طعم البرغل مش باين خالص في الكفتة. بنزود كمية البرغل وفي الوقت نفسه طعم البرغل مش باين. هنحط 3 معالق كبار ونص توابل كفتة الحاتي، بنجيبها من عند العطار. دي توابل جاهزة بتاعت شركات، بتكون عند العطار في جراد الكبيرة. واحط نص معلقة بابريكا، وبشر حوالي معلقة صغيرة جوز الطيب، ومعلقة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة ملح، ومعلقه صغيره بيكنج باودر. والبيكنج باودر هنا هيخليها هشه وما تكشش، بس انا للامانه نسيت احطه وطلعت حلوه برده وما كشتش الحمد لله. وهنعجن بقى الخليط ده كويس جدا، وممكن تستخدمي الكبه. المهم ان احنا هنفضل نعجن لحد ما تتكون كلها عجينه متماسكه. والخطوه دي يا جماعه مهمه جدا علشان الكفته بتاعتك ما تفكش من على السيخ. هنعجن لحد ما الانسجه بتاعتها تبقى بالشكل ده. هغطيها بكيس بلاستيك وهدخلها التلاجة تتشمع لمدة ساعتين. زي أي عجينة بنسيبها تستريح. ودي بقى مية البصل اللي هنصبع بيها الكفتة. هحط عليها رشة فلفل اسود ومعلقتين زيت ومعلقة صغيرة صلصة، وهقلبهم كويس. عندك أسياخ معدن تمام، ما عندكيش استخدمي خشب. انا هستخدم الاتنين عشان ما شاء الله كيلو الكفتة عمل لي حوالي 20 صباع. اهم حاجة الاعواد الخشب تنقعيها في مية لمدة ساعتين قبل ما تستخدميها علشان ما تتحرقش وهي في الفرن. ونبتدي بقى نصبع الكفتة بالشكل ده. هنبل ايدينا في مية البصل وناخد قطعة من عجينة الكفتة ونبتدي نشكلها زي ما انتوا شايفين ما شاء الله الكفتة متماسكة ازاي واحنا بنشكلها، لا بتقع بقى من على السيخ ولا حاجة. وبصوابع ايدينا ونضغط عليها بالشكل ده علشان نعملها شكل بتاعة كفتة الحاتي اللي احنا بنجيبها من بره. وهشكل كل عجينة الكفتة بنفس الطريقة. لو لسه بقى مكمله معايا الفيديو لحد دلوقتي، صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم واعملي لايك حلو كده من ايديكي الحلوين، واكتبوا لي كومنت عشان تشجعوني ان انا استمر. ودي كده كل كميه الكفته ما شاء الله. الكيلو لحمه عمل لي حوالي 20 صباع. وقبل ما هدخلها الفرن بفرشه وهدهنها من ميه البصل. حطيت الشبكة على صاج وهحط حوالي كوباية مية سخنة بتغلي في الصاج. طب الخطوة دي ليه؟ علشان الكفتة تفضل طرية وما تنشفش وهي بتستوي. وهدخلها الفرن على نار عالية على الرف اللي في النص لحد ما تحمر. اقلبها على الناحية التانية وادهنها بمية البصل وادخلها تاخد لون من على الناحية التانية، وبعدين نعمل لها الفحمة اللي هتخليها كأنها مشوية على الفحم بالظبط. شايفين ما شاء الله، رغم ان انا نسيت احط معلقه البيكنج باودر ومع ذلك ما كشتش وطلعت تحفه. طعمها حلو جدا وطعم البرغل مش باين فيها تماما. سجليها عندك بقى لوصفات العيد. كل سنه وانتم طيبين. جربوها بقى ومستنيه رايكم في الكومنتات. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، ولو مش مشتركين في قناتي تشتركوا وتفعلوا الجرس الصغير عشان يوصل لكم اشعار بكل وصفاتي الجديده. دمتم في امان الله. سلام عليكم.